السلام عليكم الاخوان. اليوم راجعين لقضيه الياس المالكي اللي دازت في المحكمه الابتدائيه ديال الجديده، واللي رجعت كتعرفوا حتى تطورات جديده وكثار الجدل. نخليكم بعدا مع واحد المقتطف من واحد الفيديو ديال المحامي ديالو. القضية تم تأجيلها إلى 9 من دجنبر، والجلسة شهدت تبادل أو تقديم ملتمسات. الملتمس الذي يخصنا نحن دفاع الياس المالكي حول تمتيعه بالصراحة المؤقت، لقناعتنا بأنه جميع ضمانات الحضور تتوافر فيه، حكم أنه ابن المدينة الجديدة وله موطن قار داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة، وكذلك هو الذي تقدم عن طواعية أمام عناصر الضابطة القضائية، بالإضافة إلى أنه مستعد لأداء كفالة مالية كيفما كانت قيمتها. وفيما يخص ملتمس دفاع الجهات المشتكية، فإنه نصب حول ضرورة تجهيز القاعة تقنيا من أجل عرض فيديوهات التي تعتقد أنها تشكل وسائل إثبات ضد الياس المالكي. بالنسبة للمتابعات فإنني أصحح وأظن أنها لا تتجاوز، عن يقين أنها لا تتجاوز 14 وليس 20 كما سمعتم بالأمس. وبخصوص حالته النفسية التي ادعي أنه قد كان في حالة نفسية سيئة بالأمس عند لحظة تقديمه أمام وكيل الملك، وأنه قد انهار أمامه، فإنني أؤكد لكم بكل ذمة وبكل ضمير بأنني كنت حاضرا مع إلياس في مناسبة الأولى التي تم تقديمه أمام السيد وكيل الملك، وكانت نفس حالته عادية جدا وقوي الشخصية إلياس المالكي، وقال بأن الأمور تكون عادية ولا يروم ولا لا يبتغي تحقيق أي بوز أو أي أرباح مالية من وراء تلك الفيديوهات. فأكثر من 11 تهمة سبق البت فيها أو أنها ستسقط بالتقادم. هنا بعض الجمعيات التي هي بعيدة كل البعد عن هذا الملف أنها تحشر. كيف ما سمعتوا، الجلسه ديال الياس المالكي تاجلت ل9 من دجنبر طلب من الدفاع ديالو، وحتى بعض المشتكين طلبوا مهله. وبصراحه الجلسه كانت عامره نقاشات وملتمسات من الطرفين. دفاع الياس المالكي شدد على واحد النقطه مهمه: الياس ولد المدينه، عنده عنوان قار وما هربش، بالعكس مشى من راسه لعند الضابطه القضائيه. زيد عليها مستعد يدفع كفاله تطلبها المحكمه كيف ما كان القدر ديالها. يعني الرساله واضحه: انا موجود وما غاديش نهرب. من جهه اخرى، دفاع المشتكين بغاو تجهيز القاعه تقنيا باش يعرضوا الفيديوهات ديالهم اللي كيشوفوا انها حجه ضد الياس. ولكن دفاع الياس طلب شرط مهم: الا بغاو يتعرضوا هذه الفيديوهات خاص تكون من المصدر الاصلي، ماشي يكونوا النسخ بلا تواريخ، باش ما يبقاش اللعب في مساله تقادم و30,000 سؤال قانوني. وفي اللحظه اللي كيبانوا بعض الناس كيهضروا على 20 متابعه، المحامي ديال الياس خرج واكد وقال لا، الرقم الصحيح هو 14 وماشي 20. وزيد عليها راه أكثر من 11 تهمة أصلا سبق البت فيها وغادي يسقطوا بالتقادم. أما بالنسبة للحالة ديالته النفسية، فالمحامي كيبين العكس، قال لهم بأنه شافه في المثول الأول وكان عادي مركز مزيان وكيجاوب بكل هدوء وأريحية. وبخصوص السؤال الشهير: علاش كتنشر هاد الفيديوهات ديالك السي إلياس؟ واش غير باش دير البوز والفلوس؟ إلياس كان واضح وجاوب بأنه ما كانش كيقصد لا بوز ولا أرباح، وأن أغلبية الفيديوهات كانت محادثات عادية سبونطان مع الناس. صراحة الإخوان، هذا الملف ديال إلياس ولا بحال واحد العراسة اللي كل واحد كيبغي يزيد فيها طبيلة. كاينين تهم حقيقية سي فري، كاينين تهم قديمة، كاينين جمعيات ما عندهم حتى علاقة بالموضوع ديال الطاكسيات، ولكن بغاو يبانوا، وداك الشيء علاش القضية بدات كتكبر وكتكبر وكتكبر. ولكن أهم سؤال عندي هنا هو الخط الفاصل بين الحرية في المحتوى وبين التجاوز. حيت اليوم أي مؤثر ممكن يلقى راسو في هذا الموقف إلا ما كانش واعي بالقانون. ومع ذلك كيبقى عندي واحد الإحساس بأن جزء كبير من هذه المتابعات غادي يطيح في التقادم أو التنازلات، وهذا الشيء قالوا حتى الدفاع. إلياس عنده شعبية كبيرة، وهذا النوع ديال القضايا كيدوز في الرأي العام قبل ما يدوز في المحكمة. وهنا فين تيوقع المشكل: شي ناس كتقول راه مظلوم، شي ناس أخرين تيقولوا راه مذنب، ولكن الحقيقة غادي تبقى في الحكم القضائي ماشي في تعليقات السوشيال ميديا. أخيرا، الملف راه باقي ما سالاش، والنهار 9 في ديسمبر غادي يكون نهار مهم في هذه القصة، وغادي نبقاو متابعين القضية خطوة بخطوة باش نجيبوا لكم التطورات بلا زيادة ولا نقصان. خليوا لي رأيكم عافاكم في الكومنتيرات، واش كتشوفوا ان الياس مظلوم ولا عنده جزء ديال المسؤوليه؟ ما تنساوش الاخوان ديروا عافاكم لايك، بارطاجيو الفيديو، فعلوا الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات الجايه، وتحياتي.